السلام عليكم، عاملين ايه؟ معكم مريم، مريضة ذئبة وفشل كلوي. بعمل فيديوهات بوافيها عن الذئبة وعن الفشل الكلوي. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة كل مريض فشل كلوي بيشتكي منها: المواصلات. يعني انا يعتبر شبه يومي ان انا كل يوم بروح المواصلات، بروح المستشفى عشان اغسل. فبعد ما بخلص الجلسة انا ببقى تعبانة، ساعات كتير بطلب اوبر عشان اروح لان انا مش قادرة اركب مواصلات. وغير كده انا بيبقى جلستي الساعة 6، بنزل على الساعة 5 عشان الحق اروح واجي وكده. ف يعني اللي هو يعني بنشد ان اي حد مسؤول ان هو يحاول يعني قدام المستشفيات اللي فيها مراكز الكلى ان هم يوفروا مواصلات. انا واحده من الناس حاولت اشوف عربيه حتى توديني، لان انا بروح الفجر توديني. قعد يقول لي في الاول: يا استاذه، وانا ودي حاجه لله ودي حاجه هعملها لربنا وبتاع. لا، ده رزق وده شغلك وبنزين وحاجات. اهي كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه؟ لا، انت هتوديني 200 جنيه في الاسبوع؟ لا، 200 جنيه في المره. 200 جنيه في المره. ده الاوبر بياخد مني 60 جنيه، يومها 100 جنيه. يعني انت 200 جنيه في المرة؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ لا، طب مش عارفة ايه. لا يا استاذة، بعيد عنك وفي مكانها ومش عارفة ايه بتاع. طب مش هنوصلها لكام مثلا؟ 200 جنيه. ده عامل معاكي واجب. انا كده هعمل معاكي واجب وبزيادة، واجب وبزيادة كمان. لا يا عم، ايه، شكرا، انا هطلب اوبر في الوقت ده ما بيبقاش كبير. تمام يا عم، شو كده؟ انت يعني هتوديني بس مش هتجيبني؟ امال لو هتوديني وتجيبني هيبقى يتدبل. قال لي اه. دول 400 جنيه هضربهم بقى 3 جلسات في 4 اسابيع، 12 جلسة في 400. ده انت مرتب لوحدك، ده انت فلوس ليك لوحدك. طب فيعني يا ريت يعني اي حد يعني يشوف لنا مواصلات تودينا وتجيبنا، لان يعني احنا شباب يوميا بنروح وبنيجي. وكمان بعد ما بنخلص اللي ضغطه بيبقى عالي، اللي ضغطه بيبقى واطي، اللي الجلسة بتبقى تعبة جدا، السحب زيادة، شد في الرجل ما بيقدرش يمشي. ممكن يمشي في الطريق، ماشي في الطريق يجيله شد في الطريق، الله اعلم. فيعني انا يا ريت اي حد يعني ناشد المسؤولين ان هم يوفروا لنا مواصلات. يا عم عربية اسعاف تودينا وتجيبنا. يعني والله احنا اللي بنقف على رجلنا بالعافية. يعني انا مرة كنت راكبة ومروحة وكنت تعبانة جدا، ما كنتش قادرة. فما كنتش قادرة يعني في نزلة كوبري انا بتمشاها عشان اركب المواصلة التانية. فوقفت ميكروباص، بقوله: بعد اذنك انا بس عايزه ايه، نزلني لحد اخر الكوبري ده. يقول لي: انتي مش قادره تمشي على رجلك؟ ده انتي فيكي صحه تهد جبل. رحت بقى اللي هو: ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ إيه اللي انت بتقوله لي ده؟ رحت ضحكه. فبقول: والله يعني ما تشوفش اللي قدامك. يعني انا عشان انا شابه وانت شايفني ان انا عيله صغيره، ان انا كويسه وان انا انت فيك صحه عني. ونزلت واديت له الاجره، قلت له: على فكره انا مش هركب ببلاش، انا اديك اجرتك. نزلت وركبت الاجره، قلت له: على فكره. قال لي: قلت له: انا جايه من جلسه غسيل كلى. اللي انت بتقول عليا انت بصحتك وواقفه على رجلك اهو، ما تتمشي الحته دي. قلت له: انت متعرفش اللي قدامك فيك ايه. فيا جماعه راعوا اللي قدامكم وحسوا باللي قدامكم. او انا مش عشان لابسه وخارجه وحاطه ميك اب وبتاع ابقى انا كويسه؟ انت متعرفش اللي جوايا ايه. لا، انا يعني احنا ناس كتير بتبقى لابسه وخارجه ورايحه شغلها وبتاع وبتغسل كلى، يبقى تاني يوم مثلا عندها جلسه كيماوي، او مش بالشكل، عمرها ما كانت بالشكل. واشوفكم في فيديو جديد نتكلم عن حاجه تانية، عن الغسيل.